السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن تغيير كسوة الكعبة. تغيير كسوة الكعبة بتتغير مع بداية كل عام هجري، بداية العام الهجري، واللي بتقوم بيه الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. طيب، ده بيتم من خلال فريق العمل دوت بيكون من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة. بيبلغ عدد فريق العمل ده 159 صانع. بيتم التوزيع على جوانب وسطح الكعبة المشرفة على حسب الاختصاص بتاعهم. طيب، التركيب الكسوة الجديدة بيبلغ وزنها حوالي 1350 كيلو جرام، وارتفاعها 14 متر، مكونة من 4 جوانب. طيب، بالنسبة بقى للخامات المتعددة لكسوة الكعبة، بتستهلك الكسوة نحو 1000 كيلو جرام من الحرير الخام، ويصنع داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلو جرام من أسلاك الذهب، و100 كيلو من أسلاك الفضة، حيث يبلغ عدد قطع الحزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، ده إضافة إلى 7 قطع تحت الحزام. وبتشمل الكسوة 17 أنديل، بتحتوي مخطوطات للأدعية زي يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين ويا حي يا قيوم والله أكبر أسفل الحزام. ده علاوة على 4 صمديات مخطوطة لسورة الإخلاص موزعة على جهات الكعبة الأربعة، و5 حليات تزين ميزاب الكعبة اللي هو المزراب بتاع الكعبة، والحجر الأسود والركن اليماني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.